السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويزين ام رؤيا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكلاصاج ميروار باللون الاحمر. كيف ما كتشوفوا كيجي خطير ومرآة كيف ما كيبان لكم، وسهل. المقادير ديالو بسيطه، واخا تكوني مبتدئه غادي ينجح معاك. غنعطيكم العبارات غير بالكاس بلا ما تحتاجوا هكا الكراماج، باش اي مبتدئه هكا ينجح معاها بلا ما تلقى شي صعوبات. كيف ما كتشوفوا اللمعه اللي كيكون فيها راها واضحه بصراحه، كيجي رائع بزاف، ومع بعض طرق التزيين البسيطه. هنايا غنبداو على بركه الله. خديت هنايا كاس ديال الكريمه، هنا عندي كاس لاروب تقريبا الكاس ما عامرش، ناقص واحد المعلقه ديال سكر سنيده. عندي هنايا 20 قطعه ديال الشوكولاط الابيض، انا استعملت هنا كالا غير العادي، او ممكن تستعملوا شوكولا غيش، المهم على حساب يعني حتى الذوق ديال هاد الكالا كيجي زوين. عندي هنايا 3 الورقات ديال الجيلاتين. عندي هنايا 2 معالق يكونوا عامرين مزيان ديال الجليكوز. وعندي هنايا النكهه ديال الفريز او الفخومبواز اللي توفر لكم. وهذا الكلاصاج هذا نتوما اللي كتحكموا في اللون ديالو، يعني كيفاش نتوما اللي بغيتوه، يعني تقدروا تبدلوا غير في هذا اللون هذا، فغادي تحصلوا على واحد الكلاصاج اللي مغاير. هنايا غناخذ واحد الكاسرون غادي نضيف فيها هنايا داك الكاس ديال الكريمه مع كاس ديال السكر سنيده. داك اللي غايقول لي واش نضيف الحليب، بصراحه الحليب ما كيعطيش نفس النتيجه، من الاحسن انكم تضيفوا الكريمه راه ولات متواجده. هنا انا استعملت كريمه حلوه. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال الجليكوز عامرين مزيان. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيفهم على واحد العافيه اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى غادي يذوب ليا هاد الخليط هذا. وبما داب هنايا خديت هادوك 3 الورقات ديال الجيلاتين، غادي نديرهم هكا في الماء اللي يكون بارد باش نخليهم هكا يطلقوا. عاد غادي ندوز نضيفهم على الخليط. ما ديروش هنايا البنات الماء سخون باش هكا ما يمشيش يكون مفعول ديال الجيلاتين. بعد ما داب هذا الخليط هذا غادي نضيف ليه هنا الشكلاط اللي غادي يذوب غير في هاد السخونيه ديال هاد، لان هذا الخليط باقي سخون، فغادي يذوب غير في هاد السخونيه دي بلا ما نحتاجو نردوه فوق البوطه. صافي هنايا غادي نعصر مزيان هذاك الجيلاتين من هذاك الماء، وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى غادي ينسجموا وميبقاش لينا دوك التكتلات ديال الجيلاتين وديال الشكلاط. صافي كيف ما كتشوفوا حركوا مزيان، ومع ذلك فرحنا غادي نصفيو في الاخر ماشي مشكل. هنايا غادي نضيف النكهه ديال الفريز. البنات نتوما اللي كتحكموا كيف ما قلت لكم في اللون ديالها، الا بغيتو هكا غامق اكثر، او انا بصراحه ما جاني هذا اللون باقي شويه باهت، فغادي نضيف هنا البودر ديال او الملون هكا باللون الاحمر اختياري. ممكن تضيفوا ممكن تكتفيو غير بهذيك النكهه، غير هو بصراحه كيزيد يعطي اللون ويعزز هذاك اللون مزيان. كيف ما قلت لكم هنايا هاد الكلاصاج هذا فتقدروا تلونوا باي لون بغيتو، يعني تقدروا تغيروا غير هاد النكهه هادي فتحصلوا على اي لون مغاير. فالقاعده كتبقى هي غير اللون اللي كنتحكموا فيه حنا وكنبدلوه. صافي هنايا غادي ندوز صفيته المره الاولى وغادي نصفيه المره الثانيه، وكل ما صفينا اكثر كيعطي ديك اللمعه احسن. اولا عندكم هكا الميكسور ديال اليد، فممكن طحنوه او تصفيوه عادي. صافي هنا بعد ما صفيتو 2 ديال المرات او 3 ديال المرات، شوفوا اللمعه البنات اللي كتحصلوا عليها ومازال باقي سخون. بصراحه كلاصاج لي ناجح ورائع من اول تجربه. هنايا غادي نغطي ليه الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا، بحيث الوجه يلامس هذا البلاستيك باش ما يكونش لينا ديك القشره. غادي نخليه حتى يبرد تماما، عاد غادي ندوز باش نكلاصي به الكاطو ديالي. شنو بغيت نقول لكم البنات، هذا من الاحسن انه يبات. الا بات كيعطي بصراحه نتيجه احسن. الا بات فملي نبغيو هكا نستعملوه فغادي ندوبوه في حمام مريم هكا، وغادي نخليوه غير يدفى باش ما يكونش سخون. الا كان سخون وضفناه هكا على الكاطو فراه غادي يذوبو. يعني مني هكا كنقيسو هكا بالصبع ديالنا فغنلقاو انه يتحمل درجه ديال الحراره ديالو باش تكون هكا بارد. صافي هكا كنحاول اني نوزعو على الكاطو كامل كيف ما كتشوفوا، وكنحاول نحيد هذوك الزوائد. شوفوا البنات اللمعه كيف كتجي فيه خطيره بزاف وناجح بصراحه. كيف ما كتشوفوا بلا عبارات بلا حتى شي حاجه كنحصلوا على واحد الكلاصاج اللي كيكون بروفيسيونيل كيف ما كتشوفوا. كنحاول هكا نحيد هذوك الزوائد. نشارك معكم بعض الاضافات اللي هنا خديت هاد الورد هكا اللي كيزينوا به لي كاطو فزينت به. صراحه ما شاركش معكم لي ديتاي ديال هاد الكاطو
الا عجبكم خليو لي في التعاليق هكا ونشاركوا معكم ان شاء الله بالوصفه ديالها كامله. زينت هكا بهذوك الشوكولا هكا على شكل هكا قليبات، وهاد الورق ديال الذهب، واحد شويه ديال البريومه الفوق. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى يرقكم من الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الوصفه ما تدخلوش عليا هكا بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.